مش حتى لغايه انصافي في حد ذاتها، لانه الانسان ماهوش معصوم من الخطا، وينجم يكون الانسان اخطا، ولكن المشكله وين الخطا ماهوش حتى ولو كان موجود، ولو كان التطاول الثابت، مع اني ما قابلتش المدير هذا من اصله، معناه العقوبه ماهيش في حجم الخطا اللي هو وهمي ومعناه مش موجود. قمنا بمراسله الاشراف عديد المرات ومراسلات متتاليه، ومن بعدها اضفنا مجموعه من التذاكير، لكن على ما يبدو انه السيد وزير الداخليه ماهيش قاعده توصلوا المراسلات هذه، ومن بعد في وضعيه اخرى تو يعاود ياكد زميلي نفس الشيء في نفس السياق. اليوم حادثه غريبه صارت معناها بالرسمي يندى لها الجبين، معناها الزميل الاخ صحفي من القناه الوطنيه لبى نداء جا باش يغطي الحركه الاحتجاجيه هذه، لكن جاء فهمني شخص ما عندوش حتى صفه، طالبوا بالاستدار بالترخيص في المطار، معناها وقت اللي هو نورمال ينجم يصور. معناها سالناه احنا كعوان امن، قلنا له انت شكونك ما نعرفوهوش، اعطينا انت صفتك شكون. والسيد هذا فهمتي ظهر ما عندوش بادج، ما عندوش صفه فهمني، وظهر على ما يبدو من الناس اللي يترددوا ديما على الوقفات الامنيه اللي قاعده تصير الاحتجاجيه، معناها باختصار شديد من الميليشيا. انا راني نجم نقول اليوم انا ريت نطبق عليه ما قلت بن عليك، قال غلطوني، انا غلطوني، اما ما يسالش غلطي، انا جيت في الانحياز لمطلب شعبي وجماهيري والدفاع على مبدا، وراني مانيش نتكلم من فراغ، وراي السلطات الكل بما فيها حتى الحكومه الحاليه كي باش ترجع تثبت، راي الملفات موجوده وقدمناها للجهات القضائيه ومحل تتبع وبحث، لكن راهي فما ناس عندها غايات باش تتكتم على الاشخاص هذه، وراه مازالت فما النيه لاستعمال رجل الامن كعصا غليظه ضد هذا الشعب، ولذلك لا يتم معناه تفعيل المنظومه القانونيه اللي يلزمها تتوفر لحمايه رجل الامن. كذلك نطالبوا بتحييد المؤسسه الامنيه على العمل السياسي، لانه نهار اللي طاح بن علي وهرب اول ناس خلصت الفاتوره هم الامنيين. احنا نحبوا نخدموا بمنع عن العمل السياسي، نحبوا نخدموا في اطار معناها سعي تكريس عقيده الامن الجمهوري بعيد عن كل الولاءات، نوجهوا خدمتنا للوطن والمواطن، نوجه نداء او مطلب للمجلس التاسيسي بضروره سن وتضمين نقطة في الدستور التونسي الجديد تتضمن ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية عن العمل السياسي، لأنه باختصار شديد طالما أن وزارة الداخلية معناها تحت تأثير العمل السياسي والحزبي الضيق، وطالما أنه معناها المنظومة القانونية لم يتم تغييرها بعد، فإن الشعب التونسي لن يهنأ بثورته.